بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله عندنا فيديو جديد من فيزياء ثالثه ثانوي بنتكلم فيه عن المقاومه الكهربيه والعوامل اللي بتاثر على المقاومه الكهربيه ومسائل سحب واعاده تشكيل الاسلاك. ايه هي بقى قوانين المقاومه الكهربيه؟ قوانين المقاومه الكهربيه ار بتساوي الفي على الاي او الار بتساوي رو ايه في ال على الايه. دي قوانين المقاومه الكهربيه. طب ايه بقى اللي هي العوامل اللي بتاثر على المقاومه الكهربيه؟ احنا زي ما احنا اتفقنا في الشرح المقاومه الكهربيه لا تتاثر بتغيير فرق الجهد او شده التيار. المقاومه الكهربيه لو اتغيرت تغير منها، لكن هم لو اتغيروا ما يغيروش من المقاومه، واتفقنا على كده. طب ايه بقى العوامل اللي بتاثر على المقاومه الكهربيه؟ المقاومه الكهربيه بتتاثر باربع عوامل. رقم واحد طول الموصل، مساحه مقطع الموصل، نوع ماده الموصل، واخر حاجه عندنا درجه الحراره رغم انها مش موجوده في القانون. طب تمام، فاحنا لازم احنا نكون عارفين ان في اي مساله لو هو سالك وقال لك التيار اتغير ده ما ياثرش من المقاومه، لكن المقاومه لو هي اللي اتغيرت دي بتاثر في التيار وبتاثر في فرق الجهد. نبدا كده بقى عندنا في شويه مسائل مهمه كده عندنا في الجزئيه دي. اول مثال عندنا بيقول اذا زاد شده التيار المر في سلك بالضعف، لو التيار الكهربي زاد للضعف. الناس بتجري تقول لو التيار الكهربي زاد للضعف ايه اللي بيحصل للمقاومه؟ يقول لك المقاومه قال لك للنص. الكلام ده غلط. ليه؟ لان المقاومه الكهربائيه زي ما احنا اتفقنا ما بتتاثرش بالتيار. طب ايه اللي بيحصل؟ المقاومه الكهربائيه في الحاله دي بتظل ثابته. هي لو اتغيرت المقاومه الكهربيه لو اتغيرت تغير من التيار، لكن لو التيار اتغير ما يغيرش من المقاومه الكهربيه. دوت رقم واحد. السؤال الثاني اذا قل فرق الجهد بين طرفي المقاومه للنصف فان مقاومتها برضه مش هتتاثر. المقاومه الكهربائيه في الحاله ديت بتظل ثابته. المقاومه الكهربائيه في الحاله دي بتظل ايه؟ بتظل ثابته. طب تمام. في بقى عندنا السؤال رقم 3. السؤال الثالث بيقول اذا زاد طول سلك معدني للضعف فان مقاومته تصبح نقط المقاومه الاصليه. طبعا لو طول السلك المعدني لو هو زاد للضعف المقاومه في الحاله ديت هتزداد للضعف زيه، لان العلاقه بين المقاومه الكهربيه وطول السلك العلاقه بينهم علاقه طرديه. فاذا زاد طول سلك معدني للضعف فان مقاومته تصبح ضعف المقاومه الاصليه. طب تمام. في عندنا بقى السؤال رقم 4 بيقول اذا سحب سلك معدني وزاد طوله للضعف فان مقاومته تصبح كام وتزداد بمقدار كام عن المقاومه الاصليه. في عندنا النهارده فرق بين اذا زاد طول سلك معدني للضعف واذا سحب سلك معدني وزاد طوله للضعف. في فرق كبير ما بينهم. لو سلك معدني طوله زاد للضعف دي معناها ان انا لو انا عندي سلك زي ده وطوله زاد للضعف دي معناه ان انا جبت سلك ثاني وقمت ضايفه على السلك الاولاني، ففي الحاله دي طول السلك زاد للضعف. طب هل مساحه مقطع السلك اتاثرت في الحاله دي؟ لا، في الحاله دي ما اتاثرتش. يبقى في الحاله دي اللي بتغير معانا هو طول السلك فقط. ففي الحاله دي المقاومه الكهربائيه بتتاثر او بتتغير طول السلك بس. ودي اللي احنا شفناه فوق في السؤال اللي فوق دوت، ان لما طول السلك زاد للضعف المقاومه اصبحت ضعف المقاومه الاصليه. الحاله الثانيه بقى اذا سحب سلك، يجي يقول لك اذا سحب سلك اعيد تشكيل سلك، تمدد سلك، سخنه سلك زاد طوله بس حجمه فضل ثابت، يعني هو نفس السلك. في الحاله دي ايه اللي بيحصل بقى؟ في الحاله دي يا جماعه معناها ان انا عندي مثلا سلك وليكن سلك سميك شويه، سلك تخين، وفي الحاله دي هتسحب سلك. السلك لما يسحب كان انا السلك دوت كده قمت رايح فارك السلك بايدي، يعني في الحاله ديت السلك طوله هيزيد. هل لما السلك طوله يزيد في الحاله دي هل السلك بيفضل سميك زي ما هو؟ لا، في الحاله ديت اللي بيحصل لسمك السلك تلاقي السلك رافع معاه، يبقى طوله زاد بس في المقابل مساحه مقطع السلك قل. طب مساحه المقطع بتقل بمقدار ايه؟ بنفس المقدار اللي زاد بالطول. يعني لو الطول زاد بالضعف مساحه المقطع بتقل للنص عكس المقدار اللي زاد بالطول. طب تمام. عندنا في السؤال اللي زي دوت اذا سحب سلك معدني وزاد طوله للضعف، احنا عندنا القانون ار بتساوي ايه في ال على ايه؟ الطول زاد للضعف. طب تمام، لازم نكون عارفين ان مساحه المقطع هتقل للنص. طب تمام، الطول لما يزداد للضعف المقاومه بتزداد للضعف. طب مساحه المقطع لما تقل للنص المقاومه بتزداد للضعف. ضعف الضعف يبقى المقاومه بتزداد لاربع امثال، يبقى فان مقاومته تصبح 4 المقاومه الاصليه. تزداد بمقدار كام بقى؟ وتزداد بمقدار 3 عن المقاومه الاصليه، لان الاصل 1 وبقت 4 يبقى زاد بمقدار 3 عن المقاومه الاصليه. طب تمام. السؤال رقم 5 اذا تمدد او سخن سلك نفس فكره اللي فوق معدني وزاد طوله للضعف فان مقاومته تصبح كام وتزداد بمقدار. بلاش هنا نقول زاد طوله للضعف، ممكن نقول زاد طوله مثلا ل3 امثال عشان يبقى السؤال مختلف شويه. فاذا سخن سلك معدني وزاد طوله ل3 امثال فان مقاومته تصبح هنا السخن او اتمد، يبقى في الحاله ديت هيبقى في زياده للطول، فبدل ما هو كان السلك سميك كده لا زاد 3 امثال. في الحاله ديت مساحه المقطع هتقل بعكس المقدار اللي زاد بالطول، يعني الطول زاد 3 امثال، الطول لما يزيد 3 امثال مساحه المقطع في الحاله ديت هتقل للثلث، الطول لما يزيد 3 امثال المقاومه بتزداد 3 امثال، ومساحه المقطع لما تقل للثلث المقاومه تزداد 3 امثال لان العلاقه عكسيه. يبقى في الحاله ديت المقاومه تصبح 9 المقاومه الاصليه، يبقى فان مقاومته تصبح 9 المقاومه الاصليه. تزداد بمقدار كام عن المقاومه الاصليه؟ هتزداد بمقدار 8 عن المقاومه الاصليه. طب تمام. انا اقدر استفيد ايه بعد السؤال الرابع والخامس؟ ان في اي سؤال سحب الاسلاك، اعاده تشكيلها، تمدد الاسلاك، تسخين الاسلاك، اللي هيحصل لطول السلك 4 وخلاص. ازاي؟ هنا لما السلك اتسحب وزاد طول للضعف، شو زاد للضعف
يبقى قوم راح مربعه، يبقى 2 تربيع ب4. طب لما هنا سخن وزاد ب3 امثال هيبقى 3 تربيع، ال3 تربيع ب9 وهكذا. يعني السؤال السادس، إذا سني أو انكمى السلك معدني وقل طوله للنصف فإن قامته تصبح. هنا بقى السلك التنه، يعني السلك كان طويل كده ورفيع والتنه، في الحالة دي طول السلك هيقل بس هيصبح السمك بتاعه هيصبح تخين معانا. ففي الحالة دي أنا عندي القانون ار بتساوي رو ايه في ال على الايه. فايه اللي هيحصل بقى هنا؟ إذا انكمى السلك معدني يبقى الطول قل للنص زي ما هو قال هنا، زي ما هو قال للنص. في الحالة دي مساحة المقطع هتزداد للضعف، والطول لما يقل النص المقاومه تقل النص، مساحه المقطع لما تزداد للضعف المقاومه تقل النص، لان العلاقه عكسيه. ففي الحاله ديت ايه اللي هيحصل بقى؟ يبقى المقاومه في الحاله ديت هتقل للربع. يبقى هنا ايه اللي هيحصل؟ فان مقاومته تصبح ربع المقاومه الاصليه، والاصل كان 1. طب بتقل بمقدار كام؟ اطرح من الواحد، يبقى الواحد ناقص الربع. في الحاله ديت يبقى يقل بمقدار 3/4 عن المقاومه الاصليه. طب برضه ايه اللي هيحصل هنا؟ لو تلاحظوا لما الطول قل للنص المقاومه قلت واصبحت الربع. ايه اللي حصل؟ اللي حصل لطول السلك ربعته، يعني نص تربيع بقى بربع. زي السؤال رقم 7 بقى، اذا سني سلك معدني وقل طوله للثلث فان مقاومته تصبح. مش الطول قل للثلث، اكبر دماغي، الثلث تربيع، الثلث تربيع هتبقى بتسع المقاومه الاصليه. وتقل بمقدار كام عن المقاومه الاصليه؟ تقل بمقدار 1 ناقص التسع. 1 ناقص التسع هتطلع كام في الاخر؟ هتطلع 8 على 9. يبقى تقل بمقدار 8 على 9 عن المقاومه الاصليه، عن المقاومه الاصليه. السؤال رقم 8 سؤال حلو قوي. سحب سلك فزاد طوله بمقدار 60%. اصل السلك 100%، يعني 100 على 100، فطوله زاد 60%، زاد بمقدار 60%، يبقى بقى 160 على 100. طب تمام. السؤال بقى هنا، زاد طوله ولا السحب؟ لا، هنا الراجل قال السحب. طب السحب يبقى في الحاله دي اللي حصل للطول ربعه، يبقى ده اللي حصل للطول قام راح مربعه. فلما ربع الناتج دوت هيطلع معايا في الاخر 64 على ال 25. يبقى بان مقاومته تصبح 64 على 25 عن المقاومه الاصليه، تصبح 64 على 25 المقاومه الاصليه. طب بتزداد بمقدار كام؟ اطرح 1 ناقص 64 على 25، بس في الحاله دي هتطلع الناتج بالسالب، فالمفروض اطرح 64 على 25 ناقص 1، ففي الناتج في الحاله دي يطلع 39 على 25. يبقى اجابته هيبقى يزداد بمقدار 39 على 25 المقاومه الاصليه. السؤال رقم 9 من الاسئله برضو الحلوه اللي لها علاقه بالسؤال اللي فوق، فانا هسيبه لحضراتكم تجاوبوه في الكومنتات معانا تحت. طب تمام. الفكره اللي بعدها بيقول في جميع المسائل اللي فاتت المقاومه النوعيه والتوصيلات الكهربائيه لماده الوصل اللي بيحصل لها بتكون ثابته. المقاومه النوعيه والتوصيلات الكهربائيه بتكون ثابته. امتى بتتغير؟ بتتغير نوع الماده وبتتغير بدرجه الحراره. طب السؤال اللي بعده، المقاومه النوعيه للحديد. المقاومه النوعيه للحديد بتتوقف على مين؟ المفروض المقاومه النوعيه للماده بتتوقف على نوع الماده ودرجه الحراره، لكن هنا الراجل بيقول المقاومه النوعيه للحديد، هنا الراجل محدد نوع الماده، الراجل هنا محدد نوع الماده. في الحاله دي المقاومه النوعيه للحديد بتتوقف على درجه الحراره فقط. ليه؟ لان هنا محدد نوع الماده زي ما اتفقنا. يبقى خلاصه الكلام في مسائل سحب الاسلاك واعاده تمددها او اعاده التشكيل او الثاني اللي بيحصل لطول السلك ربعه. تمام كده.